السلام عليكم، أهلا بكم. النهاردة الوصفة بتاعتنا المكرونة البشاميل المصري على أصولها بطريقة سهلة جدا. لو ما عملتيش المكرونة البشاميل بالطريقة دي يبقى انت ما عملتيش مكرونة بشاميل قبل كده. هنسمي بالله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. معانا هنا في المقادير نص كيلو مكرونة قلم. هنحط مية تغلي، وأول ما تغلي هننزل بالمكرونة القلم، معلقتين زيت ومعلقة ملح. تمام، وبتتسلق 3/4 سلق، ونصفيها ونعصج لحمة بالطريقة العادية بتاعتنا. الطريقة موجودة على القناة. نيجي بقى عند البشاميل اللي هو أهم حاجة وأكتر حاجة بتدي طعم للمكرونة. البشاميل اظبطيه بالطريقة دي وأوعدك هتنبهري بالنتيجة. أول حاجة نحط معلقتين سمنة كبار أو زبدة على زيت في حلة عندك. النص كيلو بياخد كوباية مليانة من الدقيق. عايزة تزودي البشاميل عن كده زودي، بس هي كده بتبقى مظبوطة قوي على النص كيلو مكرونة. ونبدأ بقى نخلي الدقيق ياخد لون ذهبي فاتح زي ما انتوا شايفين كده حبايبي. خد اللون الحلو ده، هنبدأ ننزل باللبن. معايا هنا حوالي لتر من الحليب البارد. عايزة تكتري عايزة تقللي براحتك. أهم حاجة بننزل باللبن الأول. أنا في الوقت ده طفيت النار، بقلب بالمعلقة الخشب أو بالمضرب السلك. أهم حاجة عشان ما تكلكعش منك البشاميل. اللبن هيكون بارد والشوربة هتكون مغلية. تمام. في الوقت ده وانا بضيف الشوربة هبدأ اشغل النار تاني. دي شوربة يا حبايبي مغلية، مصفياها. لو فيها بصل او فيها حبهان الكلام ده كله اصفيها بالمصفى، وبعدين انزل بيها واحدة واحدة عشان ما تكلكعش منك. بالراحة خالص، انا ما بحاولش اقطع الفيديو في البشاميل عشان البنات حبايبي الجداد اللي بيتعلموا. واحدة واحدة بالمعلقة او بالمضرب السلك. انا كده استخدمت الشوربة حوالي 750 جرام بالظبط. تمام يا بنات. اسيبها تغلي، احط ربع معلقه فلفل اسمر مطحون وملح. اظبط ملحها، الشوربه خلي بالكم فيها ملح. اظبط ملحها لو عايزه ملح، واسيبها تغلي. هتكون تقلت وبقت كريميه قوي كده. شايفين القوام يا حبايبي اهو. بشاميل بطريقه اقتصاديه جدا. انا عملت معاكم المكرونه البشاميل قبل كده وكانت طريقتها مختلفه عندي. كده نبدا بقى نرص المكرونه. هننزل بنص كميه البشاميل في صينيه، وعلى البشاميل هنزل بنص كميه المكرونه. زي ما انتوا شايفين كده يا بنات، المكرونة ماسكة نفسها، مش معجونة مش مهرية، لان مستوية 3/4 سوا. واسويها بايدي بالراحة كده، اضغط عليها ضغطة خفيفة بايدي زي ما انتوا شايفين كده. وابدأ انزل باللحمة المفرومة المعصجة. تمام. وافردها وهنزل بباقي المكرونة. وبعدين اخر حاجة باقي البشاميل. انا المرة دي مش هحط على وش المكرونة جبنة موتزاريلا، لا انا هحط بيضاية وعليها ربع معلقة فلفل اسود علشان تبقى اقتصادية جدا جدا. عايزة انت تضيفي جبنة موتزاريلا فوق الوش كده براحتك. وهتدخل في فرن يا حبايبي متوسط الحرارة على الرف الأسفل. هتقعد بالظبط ربع ساعة أو 10 دقايق. وبعدين اديها لون حلو قوي من تحت الشواية، تاخد لون حلو قوي على وشها زي ما انتوا شايفين. وبكده تكوني عملتي أجمل صينية مكرونة بشاميل عملتيها بإيديك الحلوين. ربنا يحسن ما بين إيديكم. بألف هنا وشفا. أتمنى تجربوها بنفس الطريقة. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش الشير لكل حبايبكم، واللايك وكومنت حلو كده زيكم. وفضلا اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس على الكل علشان يوصل لكم كل جديد. استنوني يا حبايبي في وصفات كتير حلوة قوي ومميزة. في حفظ الله. السلام عليكم.